أول مرة في تاريخ كأس العالم نشوفوا حاجة كيف هناك. قبل نهائي المونديال بيومين ليونيل سكالوني ولويس دو لافوينتي اللي باش يتنافسوا على لقب كأس العالم نهار الأحد قاعدين واقفين يحكيو مع بعض، وليونيل ميسي وراهم ديبو مارتينيز من غادي، ورودري وراه اللاعب الطويل هذا اللي هو كيفن دورانت لاعب كرة السلة، وتوم بريدي أقوى لاعب في تاريخ ال NFL، ونوفاك جوكوفيتش وريو فرديناند، وبينات ديبو مارتينيز وريو فرديناند فما ترافيس سكوت. حاجة عمرها ما صارت. اما شنو هي الحكايه؟ بالطبيعه امريكا باش تعمل لك ميني شو قبل نهائي كاس العالم، وجابت فيه النجوم هذوما الكل، وعملوا ندوه صحفيه خارجه عن المعتاد، وين كل نجم كبير من رياضه مختلفه يجي يسال اللاعبين سؤال، وبالطبيعه الاسئله كانت مختلفه واكثر منها للشو للجمهور من انها اسئله صحفيه ولا مهمه برشا. ممكن اكثر سؤال كان نجم يجذب انتباه الجماهير تسأل من توم بريدي ليونيل ميسي على صورته مع لامين يامال، واللي كان جواب ميسي فيها إنها حكاية مجنونة، وإنه يتابع لامين يامال، ولامين يامال لاعب كبير، وإنه تبعه خاطره يلعب في النادي اللي يحبه برشا ليونيل ميسي اللي هو برشلونة، وإنه لامين يامال مازال صغير وعنده مسيرة كبيرة قدامه، وإنه زاد منتخب إسبانيا فيه زاد برشا لاعبين آخرين كبار أبار لامين يامال.